المسرح أقدم فنون الترفيه في تاريخ البشرية، من أيام الإغريق في المدرجات المفتوحة لحد النهاردة في قاعات السينما الحديثة. إحنا دايما بنحب نتجمع ونشوف القصص وهي بتتحكي. تفتكروا إيه اللي ممكن يكون الرابط ما بين التمثيل والعقل البشري، ما بين المسرح والعلوم؟ يمكن السؤال يبدو غريب، لكن لو ركزنا هنلاقي إن الممثلين والمسرح عموما هما نافذة عبقرية لفهم أعمق لمشاعرنا، تجاربنا، وحتى عقولنا. الموضوع أكبر من مجرد تغييرات في الصوت أو الحركة. الموضوع بيبدأ من المخ. عشان تفهم التمثيل لازم تعرف إيه اللي بيحصل جوه دماغ الممثل وهو بيشتغل على دور جديد. في الحلقة دي هنغوص في أعماق التمثيل، مش بس من منظور فني لكن من منظور علمي كمان. هنكتشف مع بعض إزاي الممثلين بيتحولوا لشخصيات تانية من جوه ومن بره. في السنين الأخيرة علم النفس والفن بدأوا يكسروا الحواجز اللي بينهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلماء والفنانين بدأوا يشوفوا إن كل واحد فيهم عنده أدوات مختلفة، بس في الآخر هما بيحاولوا يفهموا نفس الحاجة: الإنسان. مثلا الباحثين اللي بيدرسوا الفيجوال سيستم أو الجهاز البصري اتجهوا لفهم استجابات البشر للأعمال الفنية البصرية والصور الجمالية. طب والأدب؟ ده كمان بقى مادة دسمة للباحثين، لأنه بيعتبر أرشيف مليان بمشاعرنا وسلوكياتنا وعلاقاتنا وشخصياتنا. المسرح بقى والتمثيل ليه طابع خاص جدا. ليه؟ لأن الممثلين مش بس بيحكوا قصص أو بيقدموا شخصيات، هما كمان بيجسدوا تجارب إنسانية معقدة جدا، تفتح قدامنا أبواب لفهم العقل بطرق عمرنا ما تخيلناها. لكنه على عكس الرسم أو الموسيقى أو حتى الروايات، مخدش نصيبه الكافي من الدراسة العلمية. ليه؟ يمكن عشان التمثيل على المسرح صعب جدا إن نحوله لنسخة رقمية زي اللوحات أو الأغاني. ده غريب جدا لو فكرتوا فيه، لأن التمثيل المسرحي هو التحول الحرفي من شخصية لشخصية تانية قدام عينينا. التحول ده بيحصل في نفس اللحظة اللي احنا قاعدين فيها بنتفرج وبنحس. وبرغم كده الدراسات اللي بتحاول تفهم التمثيل المسرحي وتأثيره على الممثلين أو الجمهور نادرة جدا. من الأسماء اللي عملت شغل في المجال ده زي ما اتكلمنا في أول حلقة تاليا جولدشتاين، اللي اشتغلت مع بول بلوم على استجابات الأطفال للتمثيل الواقعي، وكمان عملت أبحاث مع آلين وينر لدراسة مشاعر التعاطف وقدرة الممثلين على فهم تجارب الآخرين، واللي بنسميها نظرية العقل أو Theory of Mind. في 2021 عالم النفس ستيف راشي وزمايله عملوا دراسة بتستكشف مشاعر التعاطف والسلوك الإيجابي عند الجمهور اللي بيتفرج على المسرح. دي بداية كويسة، بس لسه قدامنا كتير لفهم الأسس النفسية والعصبية ورا قدرة الممثلين على إنهم يقدموا الأداءات العظيمة دي. في 2019 دراسة نشرت في رويال سوسايتي أوبن ساينس حاولت تفهم اللي بيحصل في دماغ الممثلين وهم بيعملوا التمثيل المنهجي، أو اللي بنسميه الميثود أكتنج. دي التقنية اللي بيعيش فيها الممثل الشخصية لدرجة إنه يبقى هي حرفياً. الدراسة طلبت من الممثلين إنهم يردوا على أسئلة افتراضية وهم في جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، بس كانوا بيجاوبوا بطريقتين: مرة كأنهم نفسهم، ومرة كأنهم الشخصية اللي بيمثلوها. النتيجة كانت مذهلة. المناطق في المخ اللي بتتعامل مع الذات كانت نشاطها أقل لما الممثلين ردوا كأنهم الشخصية. بمعنى آخر، التمثيل هو عملية قمع للذات. العلماء زي ستيف براون اللي كان جزء من الدراسة بيقولوا إن التمثيل بيطلب من الممثلين إنهم يتخلوا عن شخصياتهم الحقيقية ويعيشوا في شخصية تانية. دي حاجة ما شفناش دراسة كفاية عنها، لكن النتائج بتقول إن ده ممكن يكون ليه علاقة بتطورنا كبشر. براون بيضيف نقطة مثيرة: الأطفال في كل الثقافات بيحبوا لعبة التظاهر، بيعملوا دور البطل، الشرير، الطبيب وغيرهم. دي مش مجرد لعبة، لكنها جزء من عملية النمو الاجتماعي عند الإنسان. فلما نشوف ممثل بيقنعنا إنه شخص تاني تماما، هو مش بس بيمثل،
ده بيستخدم قدرة إنسانية أساسية طورناها من الطفولة. بس للأسف الدراسة دي زي معظم الدراسات اللي بتبحث في الآليات العصبية بتعتمد على تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي ال MRI. لكن في مشكلة كبيرة هنا، المشاركين لازم يناموا ثابتين تماما في جهاز مزعج ومعزول. ده ممتاز لو بنبحث في العملية العقلية الأساسية، لكن لما نتكلم على تفاعلات اجتماعية حقيقية للأسف الجهاز ده محدود جدا. عشان نفهم التفاعلات اللي بتحصل ما بين الممثلين لازم نروح للممثلين في ملعبهم، مش نجيبهم من المعمل. لازم نروح للممثل على المسرح وهو في البروفا وهو بيمثل بجد. وده اللي عملته دونيك جريفز سنة 2022 في دراسة من Journal of Cognitive Neuroscience. الدراسة دي بتتكلم عن حاجة جديدة تماما، إزاي ممكن نستخدم أجهزة حديثة لقياس نشاط مخ الممثلين وهم بيتمرنوا على أدوارهم في بيئة طبيعية مش معملية. الهدف هو فهم إزاي التمثيل دور معين بيأثر على إحساس الممثل بذاته، وإزاي الممثلين بيتناغموا مع بعض على مستويات مختلفة زي نشاط المخ، ضربات القلب والتنفس. الدراسة دي سجلت نشاط المخ عند الممثلين وهم بيأدوا أدوارهم باستخدام تقنية متطورة اسمها ال FNIRS. والنتيجة لما ينادي حد على اسم ممثل وهو بيمثل، منطقة البريفرونتال كورتكس اللي عادة بتنشط لما نسمع اسمنا ما كانتش بتتحرك بنفس الطريقة. بمعنى تاني، استجابة المخ لاسم الممثل نفسه كانت سبريسد أو مقموعة. العلماء اللي عملوا الدراسة دي قالوا إن استخدام نداء الاسم كان وسيلة علمية لقياس إدراك الذات عند الممثلين. لما يكون الممثل في الشخصية، المخ بيتعامل مع اسمه بشكل مختلف، كأنه مش متعلق بيه. الفكرة هنا إن التمثيل بالنسبة للمخ هو عملية فصل تام عن الذات. دي حاجة مذهلة لأنها بتوضح إن الممثل فعلا بيعيش شخصية تانية بالكامل، لدرجة إن مخه بيبدأ يتعامل مع اسمه الحقيقي كأنه ما يخصوش. بس ليه الموضوع ده مهم؟ دونيك جريفز بتقول إن دراسة التمثيل مش مجرد فضول علم. لو فهمنا إزاي الممثلين بيتدربوا وبيتعاملوا مع المخ بطريقة تخليهم يسيطروا على إدراكهم لذاتهم، ممكن نستفيد من التقنيات دي في تقوية المهارات الاجتماعية عند الناس. التمثيل أكتر من مجرد أداء. الممثل مش بس بيقول كلمات ولا بيحرك جسمه، الممثل بيخلق دوافع لشخصيته بيعيشها وبيتمرن عليها بشكل مكثف لدرجة إن كل جزء من جسمه بيدخل في اللعبة. الموضوع ما بيقفش هنا، الممثل كمان بيعيش تغيير نفسي ضخم خلال القصة. لو رجعنا لورا شوية لزمن اليونان هنلاقي إن التمثيل كان أقرب لحكي القصص. الممثلين كانوا بيستخدموا تعبيرات وش وحركات نمطية عشان ينقلوا المشاعر، بس من بعيد لبعيد. المشاعر كانت حاجة بتتقال مش حاجة بتتعاش. بس في أوائل القرن العشرين حصلت الثورة، اخترع مفهوم الميثود أكتنج أو التمثيل المنهجي. الطريقة دي قلبت كل المفاهيم. بدل ما الممثل يمثل الشخصية بقى بيعيشها. بقى الممثل يذاكر الشخصية كأنه بيتعرف على حد جديد، يحس بيها، يتكلم زيها ويتصرف زيها تماما. وده ليه تأثير كبير جدا. الميثود أكتنج عمل نقلة نوعية في الأداء الدرامي. فكرة إنك تحس بالشخصية بدل ما تمثلها كانت ناجحة لدرجة إن النهاردة أغلب الممثلين المحترفين بيتدربوا على الطريقة دي أو حاجة قريبة منها. الميثود أكتنج بقى هو المعيار لمعظم الممثلين المحترفين النهاردة، ببساطة لأنه بيخلق دراما حقيقية وقريبة كمان للقلب. الجمهور بيشوف الممثل مش بس بيتكلم، لكن بيحس ويعيش اللحظة فعليا. طب تعرفوا إن واحدة من أهم الدراسات على المشاعر وتعبير الوش كانت بتعتمد على الممثلين؟ بول إيكمان عالم النفس الشهير احتاج صور واضحة للبشر وهم بيعبروا عن مشاعر زي الخوف، السعادة، الدهشة. عمل إيه؟ جاب ممثلين وطلب منهم يمثلوا المشاعر دي. صور الممثلين دول قدموها لحد النهاردة بتستخدم في الأبحاث. لكن الموضوع ما وقفش هناك. مع الوقت بدأت أبحاث العلماء زي ليزا باريت تعيد النظر في الشغل ده. باريت اكتشفت إن إحنا عادة مش بنحس بمشاعر منفصلة زي ما إيكمان افتكر. مشاعرنا عبارة عن خليط، كأنها كوكتيل مش سهل تفكه عن بعضه. وإن مش بالضرورة الشخص اللي من ثقافة تانية يفهم إن التعبير ده خوف أو دهشة زي ما إحنا فاكرين.
بارد بتشرح إن المشاعر اللي بنحسها هي غالبا مزيج من نوعين. أول نوع فالنس، المشاعر دي إيجابية أو سلبية، يعني الشعور ده حلو ولا وحش. وتاني نوع الأراوزل، التحفيز أو الاسترخاء، يعني هل المشاعر دي مثيرة ولا مريحة. تخيل إحساس زي السعادة ممكن يكون مزيج من إيجابية عالية وتحفيز متوسط، أو الحزن هو سلبية عالية وتحفيز منخفض. طبعا مش كلنا شاطرين في تفكيك المشاعر دي، لكن الممثلين اللي اتدربوا على الميثود أكتنج كانوا فاهمين الموضوع ده. منهجهم بيعتمد على تحليل المشاعر بتفاصيلها الدقيقة جدا، حاجة اسمها التفاصيل العاطفية. يعني الممثل بيشتغل على فهم المكونات الصغيرة لكل شعور عشان يقدر يوصله صح للجمهور. يمكن لو إيكمان سأل الممثلين إزاي هما بيوصلوا المشاعر، كان وصل لفهم أدق للمشاعر البشرية. الميثود أكتنج واحدة من أكتر التقنيات اللي أثرت في عالم التمثيل. بس السؤال هنا، هل التعمق ده ممكن يبقى خطر؟ العلماء بيقولوا إنك لما تبقى في دور معين لفترة طويلة ممكن يحصل حاجة اسمها طمس الحدود بين الشخصية الحقيقية والشخصية التمثيلية. ده معناه إنك بتبدأ تشوف نفسك زي الشخصية اللي بتلعبها، وده ممكن يأثر على سلوكك وشخصيتك. في 2019 مراجعة أدبية أشارت إن التمثيل المنهجي ممكن يسبب تغيير في الشخصية، أو حتى حالات انفصال نفسي. يعني مثلا لو حد بيلعب دور شخصية عصبية ممكن يلاقي نفسه بيتعامل بعصبية مع الناس في حياته اليومية. وحالات زي دي مش مجرد افتراضات. مايكل بي جوردن بعد ما لعب دور الشرير إريك في بلاك بانثر قال إنه واجه صعوبة في الخروج من طريقة تفكير الشخصية. نفس الكلام حصل مع ليدي جاجا بعد تصوير هاوس اوف جوتشي، لما وصفت نفسها بإنها واجهت مشاكل نفسية بسبب انغماسها الشديد في الشخصية. دونيكا جيفز قالت إن التمثيل المنهجي ممكن يكون ليه تأثيرات خطيرة على الصحة النفسية لو ما اتعاملتش بوعي. الانغماس في الشخصية حاجة، لكن عدم القدرة على فصل نفسك عنها حاجة تانية خالص. عشان كده بقى في وعي أكتر في الوسط الفني عن أهمية أخذ فترات راحة وفصل النفس عن الدور. التمثيل هو فن عظيم، لكنه كمان مسؤولية كبيرة. لازم الممثل يحافظ على توازنه بين حياته الشخصية ودوره التمثيل. دونيكا جريفز عندها فرضية مثيرة جدا، إن تقنيات تدريب الممثلين هي اللي بتحدد المسافة النفسية ما بين الممثل وما بين شخصيته، وكل ما كانت المسافة دي أقرب كل ما كان التأثير على النفسية أقوى، سواء على المدى القصير أو الطويل. وده يفتح الباب لدراسات أكتر مستقبلية. لازم نفهم أكتر عن علاقة الممثل بشخصيته، وعن إزاي يقدر يحافظ على نفسه من التأثيرات السلبية اللي ممكن تحصل نتيجة الانغماس الشديد في الدور. علماء النفس وعلماء الدماغ بيقولوا إن المسرح بقى استعارة قوية جدا لفهم العلاقات ما بين العقل، السلوك والوعي. واحدة من أشهر النظريات اللي استخدمت المسرح كمفهوم هي مسرح الوعي، ال Theater of Consciousness، لعالم النفس العصبي برنارد بارس. هو بيشبه الوعي الإنساني بمسرح، وكل اللي بنعيشه هو بمثابة عرض مسرحي. طب إزاي العرض ده بيشتغل؟ على المسرح عندنا ممثلين اللي هم الأفكار والمشاعر بيقدموا العرض، وفي الكواليس جمهور كبير جدا، أنظمة الدماغ والمعرفة بيتفرجوا، وكل جزء من الجمهور بيستوعب جزء مختلف من العرض. شوية بيركز على المشاعر، وشوية تانيين بيركزوا على المنطق، والبعض بيحلل التصرفات. بس الموضوع مش مفتوح على البحري. المسرح عنده مساحة محدودة، عدد صغير من الممثلين أو الأفكار يقدروا يقفوا على الخشبة بنفس الوقت. يعني ما ينفعش يكون في أكتر من كام فكرة أو إحساس شغال على المسرح في نفس اللحظة. مثلا لما تفكر في حاجة تلاقي إن الفكرة بتتصدر الخشبة، بينما باقي الأفكار بتستنى دورها في الكواليس. النظام ده هو اللي بيخلي عقلك يركز على الحاجات المهمة، أو على الأقل اللي دماغك شايفاها مهم. زي المسرح، الوعي يقدر يقدم أي عرض يخطر على بالنا، فكرة عبقرية، لحظة عاطفية مؤثرة، أو حتى فكرة بسيطة زي فيلم مفتاح عربيتي. لكن المسرح ما ينفعش يتحمل كل الأفكار مرة واحدة. كل فكرة أو شعور محتاج ياخد دوره على المسرح. مسرح الوعي أو Theater of Consciousness بيشرح لنا ليه العقل بيشتغل بطريقة منظمة، رغم إن الدماغ نفسه مليان أنظمة معقدة شغالة في نفس الوقت. زي الممثلين على المسرح،
كل فكرة أو شعور بياخد وقته عشان يظهر، بينما باقي الجمهور الداخلي بيركز ويحلل. المسرح هنا مش مجرد فن، لكنه مفتاح لفهم أعقد حاجة عندنا: عقولنا. فإيه رأيكم؟ تمثيل علم أكتر ما كنا فاكرين، مش كده؟ ودينا وصلنا لختام رحلتنا النهاردة. بعد كل اللي شفناه عن التمثيل وعلاقته بالنفس البشرية والعقل، لسه العلماء بيخطوا أول خطواتهم في فهم السحر ده. مع إن المسرح وخصوصا الأوبرا اللي بتمزج ما بين التمثيل والموسيقى والرقص لسه متساب بدون دراسة كافية، احنا عارفين إن في كنوز مخفية منتظرة. الفنانين سواء كانوا ممثلين أو كتاب أو موسيقيين عندهم قدرة استثنائية على لمس أعماقنا. من خلال فهمنا ليهم يمكن نلاقي إجابات عن ليه البشر بيتصرفوا بالشكل اللي بيعملوه. فيا ترى، هل كل واحد فينا ممثل على مسرح الحياة؟ وهل حياتنا نفسها مجرد مشهد في حلم أكبر؟ السؤال ده ملوش إجابة واحدة، لكن المهم إننا نفضل نبحث ونستكشف. المسرح هو الحلم اللي بيجمعنا. كل ممثل على المسرح بيكون كل شيء ولا شيء، زي العالم اللي بنحاول نفهمه من خلاله. بين العلم والفن، بين الحلم والواقع، المسرح بيستمر في إنه يكون المراية اللي بتكشف لنا إحنا مين. وبكده رحلة تانية انتهت من ما وراء التمثيل، لكن لسه المشوار طويل. نشوفكم الحلقة الجاية. يا ابني قلت لك والمصحف معقول أنا سبسكرايب والحاجات دي، فكك بقى.